السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض البيتزا الحلوة الجميلة دي. بيتزا حلوة جدا واقتصادية، بيتزا بالخضار بدون أي لحوم، سهلة جدا وبسيطة، متاخدش معاكي وقت ولا كمان مقادير كتير ولا مكلفة خالص، والطريقة أبسط ما يكون فوق ما تتخيلوا. طيب تعالوا بقى نشوف الطريقة والمقادير على طول. أول حاجة طبعا ببدأ أعملها هي الصلصة، لأن طبعا لازم تبرد معايا تمام. لازم طبعا أحطها على البيتزا وهي تكون باردة تمام. باخد طبعا 4 طماطمات كده حوالي نص كيلو، ببدأ أبشرهم بالمبشرة بالشكل ده. عاوزة طبعا أخد اللحم بتاعهم بس من غير القشر. بعد ما بشرتهم طبعا ببدأ أنزل عليهم كده بربع كوباية زيت، نص معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل أسود صغيرة، نص معلقة ريحان صغيرة، وربع معلقة صغيرة من الزعتر، وربع زنجبيل. كمان معايا معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم باودر، وكمان معايا نص معلقة من البابريكا أو الشطة. معايا كمان نص معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الصلصة. وكمان معايا طبعا اخر حاجة هي نص كوباية مية. ببدأ اقلب كله مع بعضه كده زي ما انتي شايفة، وابدأ اخدها بقى كده وارفعها على النار. بحطها طبعا كده على البوتاجاز وابدأ اقلب فيها كده تقليبتين، وبعدين طبعا بسيبها لما تبدأ تغلي معايا. سيبها تغلي معايا لمدة نص ساعة، وهدي عليها النار خالص. عاوزاها كده تبقى ايه؟ تبقى معايا تقيلة خالص، تبقى صلصة تقيلة زي ما انتوا شايفين كده. قصرت معايا خالص بالشكل ده. خلاص تمام كده، هي جاهزة معايا. باسيبها بقى كده لما تبرد معايا خالص. اروح بقى دلوقتي اجهز العجينة بتاعتي او عجينة البيتزا. اول حاجة طبعا انزل بكوباية وربع من المية الدافية. هبدأ أنزل عليهم كيس خميرة 12 جرام، ولو عندك خميرة بيرة بتضعفي الكمية. معلقة سكر كبيرة بقى، وابدأ أدوب كله مع بعضه كده كويس أوي، يعني أقلب شوية كويسين، عاوزة السكر يدوب معايا تماما. خلاص. بعد طبعا ما بقلب واتأكد ان السكر داب معايا خلاص، ببدأ أغطيها كده بطبق أو بستريتش أو طبعا أي حاجة عندي، وخلاص أسيبها لمدة 10 دقايق. وبعد 10 دقايق طبعا بدأت أفتح عليها، خلاص ريحة الخميرة طلعت بقى كده وعملت غازات، وعملت معايا فوم على الوش بالشكل ده. هي كده خميرة صالحة، أقدر بقى أكمل مقاديري بقلب جامد ومقلقش خالص. معايا نص معلقة صغيرة مش مليانة من الملح، معلقة كبيرة من اللبن البودر، معايا كمان نص معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، ومعايا ربع معلقة طبعا من الزعتر، ربع معلقة صغيرة. كمان نزلت حوالي 4 معالق من الزيت كبار، وابدأ اقلب بقى كله مع بعضه كده كويس قوي لغاية لما الملح يدوب معايا. وخلاص كده ببدأ انزل بالدقيق بتاع معايا، أنا نص كيلو دقيق. طبعا بتجيبي بقى دقيق للمخبوزات والمعجنات، تمام، او طبعا لو هتجيبي دقيق سايب يبقى الاهرامات نوع ممتاز ممتاز. خلاص. ببدأ طبعا اخده كده في مصفى وابدأ انخله كده كويس قوي، واوطي ايدي طبعا عشان مبهدلش الدنيا، وابدأ اقلب بقى بالمعلقة لغاية لما العجينة كده تتخن معايا او تتقل معايا. مش قادرة خلاص كده، مش قادرة ان انا اقلب بالمعلقة، خلاص ببدأ اعجن بايدي. تمام. ببدأ أعجن طبعا كده، باخد بقى من بره على جوه من الدقيق على العجينة، وأبدأ أدخل كله ببعضه زي ما انتي شايفة كده. وتغريز طبعا وتقلبي علشان تلم العجين اللي في الأرضية، أو تلم الدقيق اللي في الأرضية. وطبعا حتة عجينة بقى كده، وبتمسحي طبعا حروف الطبق خالص من الدقيق وتنضفيه. اخر حاجة طبعا عندي هنا حوالي معلقتين زيت. ببدأ طبعا اغرز كده ولغاية لما يختفوا معايا تماما، والم العجينة بتاعتي لغاية لما تبقى ناعمة معايا زي الحرير، ما فيهاش اي تجاعيد خالص. وخلاص كده معلقة زيت بقى، خلاص كده ببدأ اغلف طبعا العجينة بتاعتي واغلف الطبق كويس قوي، علشان طبعا بعد ما تخمر ما تلزقش معايا في الطبق. وابدأ اغطيها بقى كده واسيبها تخمر في مكان دافي لمدة ساعة. ومعايا هنا الخضار بتاع البيتزا، معايا 3 طماطمات ويكونوا جامدين. معايا كمان بصلاية هاخد نصها بس، وقرن فلفل رومي كبير شوية، وتقدري تستعملي حار لو انت عايزاها حارة شوية. هبدأ طبعا اقطع البصل كده شرايح رقيقة جدا زي ما انت شايفة، وهبدأ اخده بقى كده وافككه من بعضه، يعني مش عاوزاها كده بحالها. يعني زي ما قلت لكم هاخد نص البصلاية بس، وابدأ افككها طبعا كده، واخد الطرنشات دي بس كده الرقيقة دي، لكن طبعا مش هاخد القلب. خلاص كده بعد ما فككتها ابدا اخد طبعا الفلفل الرومي، وابدا اشقه اتنين كده بالشكل ده، وابدا انضفه بقى من القلب بتاعته او البذور او الاغلفه بتاعته، واقطعه برضو كده بحيث ان هو يبقى سلايز او طبعا بتدويره شويه بالشكل ده كده. وهاخد الطماطم طبعا زي ما انتي شايفه، اخد واحده بس اقطعها طرنشات رقيقه قوي، والباقي طبعا هقطعه مكعبات، او الاتنين اللي باقيين اقطعهم مكعبات. بس الطرنشات دي طبعا بنزوق بيها البيتزاية في الاخر، تبقى حلوه قوي. تمام.
اخدت الاتنين التانيين زي ما قلت لكم وقطعتهم مكعبات عاديه خالص، زي ما تكوني كده بتقطعيها للسلطه، بس طبعا بتكون ايه يعني بتكون صغيره قوي. خلاص كده الخضار معايا جاهز، وهو ده كل الخضار اللي انا هحتاج ازود عليه شويه زيتون صغيرين وخلاص. جهزت الصينيه اللي هشتغل فيها، طبعا دي صينيه مقاس 40 بتاخد نص كيلو دقيق، او على قد نص كيلو دقيق. تمام. طيب دلوقتي اديتها مسحه زيت او طبعا معلقه زيت ووزعتها كويس قوي، كمان رشه دقيق سميد او حوالي معلقتين دقيق سميد، وبوزعهم كويس قوي. طبعا دقيق سميد خام من غير سكر من غير اي اضافات، بيجي طبعا من عند العطار. طيب رحت بقى شفت العجينة بتاعتي بعد ساعة ما شاء الله اختمرت وبقت زي الفل. خلاص باخدها طبعا وابدأ اشتغل بقى على الرخامة، رش دقيق كويسة كده على الرخامة، وابدأ اخد العجينة بتاعتي كده وابدأ ابططها. ولازم طبعا كده رش دقيق زي ما انت شايفة، رش دقيق كويسة كده محترمة على الوش، وبمسحها بايدي، يعني بوزعها كويس اوي مش تتكلكع كلها في حتة او تتجمع في حتة، لا. وبدأت ابطط العجينة كويس قوي كده زي ما انت شايفة. يعني ايه يعني على قد ما تقدري بططي بايدك. بعد كده طبعا هتدخل بالمردنة او طبعا بالنشابة زي ما انت شايفة كده، وابدأ طبعا كده ايه اديها سمك كويس، لا يكون تخين ولا يكون رفيع، علشان تطلع مظبوطة معايا. تمام، حلو قوي زي الفل. السمك هوريهولكوا طبعا في الاخر السمك المظبوط بتاعها. سهلة جدا وبسيطة، بتاخدش اي وقت خالص. اهو شايفين السمك ده حلو جدا جدا. مش هتعرفي تعمليها بالمردنة، بططي بايدك على قد ما تقدري اعملي. اهم حاجة رشة الدقيق من تحت ومن فوق، زي ما انت شايفة. ما تنسيش لازم يكون تحتها دقيق وكمان فوقها دقيق، وتوزعي الدقيق. خلاص بدأت ألمها طبعا علشان احطها في الصينية بتاعتي، لازم اخد نصها كده وبعدين اديها رشة دقيق، كمان عند الربع اديها رشة دقيق واوزعها زي ما انت شايفة، وطبعا اخر ربع برضو بديله رشة دقيق. كل ده علشان ما تلزقش معايا ببعضها، اقدر امسكها واوزعها واحطها في الصينيه كويس قوي من غير ما تلزق في بعضها، لان طبعا حجمها كبير، او طبعا يعني مقاس 40 دي كبيره جدا. اخدتها في الصينيه طبعا كده وبدات اوزعها. عندي طبعا زيادات في الجنب، ببدا ازقها على جوه، اخدها على جوه. عندك زوايد في الجوانب كده زي ما انت شايفه، خدي على جوه مش هيجري حاجه خالص. وبفضل اظبط فيها كده واشد على جوه، يعني الزيادات دي بتبقى في النص، بتبقى حلوه قوي، بتطلع جميله ومش رقيقه وبتبقى مظبوطه جدا. اهي ظبطت معايا خلاص زي الفل. ولا تقطعي منها ولا تعملي اي حاجه ولا تبوظيها، انتي بتشدي الزيادات دي على جوه، وبتلفي طبعا ايدك كده على الصينيه كلها، تظبطيها بقى كده وتخليها كلها سمك واحد، مفيش حته عاليه ولا حته واطيه، كله يبقى سمك واحد ومظبوط معاكي زي الفل. اخر حاجه معايا طبعا معايا هي الشوكه، وابدا اديها تخريم بالشكل ده. ليه طبعا بنخرمها بالشوكه؟ علشان طبعا تستوي من جوه كويس، وعلشان ما تعلاش معايا، يعني انا مش عاوزاها عايزاها تبقى مظبوطه، وعلشان كمان تستوي من جوه كويس قوي. ما باجيش جنب الحروف خالص، بخرم من النص وبس، وبسيب الاطراف كده الحروف ما بخرمش فيها. جبت الصلصه بتاعتي بعد ما بردت، ولازم الصلصه تكون بارده تماما علشان طبعا ما تهبطليش العجين. صلصه طبعا بردت اهي، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله تقيله وجميله قوي. بدات اوزعها كده زي ما انت شايفه. تمام، ما اجيش عند الحروف، اهم حاجه اسيب الحروف كده جزء من الحروف باين، ما اقربلوش ابدا بالصلصه عشان ما يتحرقش معايا ويلزق معايا كده في جنب الصينيه. تمام. بدات انزل طبعا كده بالموتزاريلا بتاعتي، وما اجيش برضو بالموتزاريلا عند الحرف علشان ما تلزقش في الحرف وتتحرق معايا في الفرن. ببدأ انزل بقى كده بشرايح الفلفل زي ما انتوا شايفين، واخده شكل حلو كيرفي جميل قوي قوي قوي. زي ما انتي شايفه كده ببدأ ارصهم بالشكل الجميل، عاملين زي كده زي الجمبري. وبعد كده طبعا ببدأ ارص كمان البصل بنفس الاتجاه وبنفس الطريقه جنب الفلفل بالظبط. اللي مش عاوز بصل طبعا يستغنى عنه، لكن طبعا هي الوصفه الاصليه بيكون فيها شرايح بصل. خلاص ببدأ انزل كمان بشرايح الزيتون الاسود زي ما انت شايفة كده، ولو في اخضر برضه هيبقى حلو. كله كويس، مش عاوزة خالص ما تحطيش زيتون، مفيش مشكلة، دي اختياري يعني. بس طبعا هي كده يعني بتبقى حلوة بالزيتون، بتبقى جميلة. وببدأ اوزع كمان بقى قطع الطماطم الصغيرة اللي احنا مقطعينها، بوزعها كده بقى بالشكل ده في الصينية كلها، بتبقى على فكرة بتدي طعم جميل قوي. طبعا اخر حاجة معايا طرنشات الطماطم اللي انا مقطعها رقيقة جدا، ببدأ اوزعها برضو كده، بتدي شكل حلو قوي. خلاص. اخر حاجة طبعا هي طبقة الموتزاريلا اللي بتتحط على الوش. طبعا بقى اختيار، يعني تزودي تقللي كل حاجة ترجع لك، مفيش مشكلة. يعني انا كده الصينية مقاس 40 دي اخدت مني حوالي ربع كيلو، يعني ربع كيلو مناسب جدا ليها. تبطيطة بسيطة قوي زي ما تكوني بتحسسي عليها كده بس بنسوي وشها. واخر حاجة معايا طبعا رشة زعتر كده ورشة ريحان على الوش، بيدوا طعم وريحة خطيرة. مفيش استغني عنهم، مفيش مشكلة، رشة فلفل اسود تبقى حلو.
وبإيد المعلقة بتاعتي بقى زي ما انت شايفة كده من تحت ببدأ طبعا ألم بقى أي جبنة موتزاريلا كده جت على الحرف، أو طبعا أي صلصة جت على الحرف عشان ما تتحرقش في الفرن. وخلاص كده البيتزا جاهزة معايا تدخل الفرن. لازم تدخل على فرن سخن شغال من قبلها ب10 دقايق، لازم وضروري علشان تعلى معاكي وتبقى هشة. بحطها طبعا على الشبكة على الرف اللي في النص. الصينية بتاعتي كبيرة يعني مقاس 40، واخدة نص كيلو دقيق أو نص كيلو عجين. دي طبعا هتقعد معايا نص ساعة في الفرن. طبعا مشغلة عليها زي ما قلتلكم من تحت على طبعا 225. وطبعا بعد ربع ساعة بفتح الفرن عليها وابدأ اديرها كده زي ما انت شايف، وبسيبها ربع ساعة كمان، وخلاص كده بتبقى البيتزاية جاهزة معايا وزي الفل. خلاص كده بعد نص ساعة طلعتها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بدأت ارفعها كده اوريكم طبعا، شايفين من تحت مستوية وزي الفل، وكمان مش لازقة معايا ولا اي حاجة. خلاص كده ببدأ طبعا اخدها واحطها في صينية بالشكل ده علشان اقدر اقطعها. بقطعها طبعا بالمخرطة، هي أسهل حاجة معايا. بيتزاية بتاعتي كبيرة جدا يا جماعة، كبيرة جدا، واخدة نص كيلو دقيق، يعني بيتزاية كبيرة عائلية تكفي 4 أفراد مرتاحين قوي. طبعا لو بتعملي بيتزاية صغيرة هي طبعا بتاخد ربع كيلو دقيق على صينية مقاس 22. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بدأت اقطعها بقى واوريكم قد ايه جميلة. بصوا كمان من تحت مستوية وزي العسل. بصوا شايفين قد ايه هشة من جوه وناجحة جدا ما شاء الله، ناجحة جدا زي ما انتوا شايفين كده. يعني سواها مظبوط 10 على 10 ما شاء الله. كمان تفتح النفس، حاجة كمان اقتصادية وبالخضار ومش مكلفة خالص. شوفي دي لو اشتريتيها من بره تكلفك كام؟ كلفتنا كل الحكاية نص كيلو دقيق وشوية خضار. إذا عجبتكم الطريقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشتركوا في القناة علشان يوصل لكم من جديد، وبالهنا والشفا.